سلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده قمر 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 وختامها مسك. احلى بسكوت اقتصادي وطالع روعه. شايفين يا بنات الجمال؟ تحفه تحفه تحفه. شايفين الجمال والروعه؟ حكايه يا بنات. والبسكوته بجد بتدوب دوبان، شايفين؟ بتدوب، ما تستحمليش تمسكها بايدك كده. خلي بالكم منها وانتوا بترصوها كويس عشان ناعمه ناعمه دايبه كده، مع كوبايه شاي في حته تانية خالص. احلى بسكوت هتاكليه في حياتك. البسكوت ده خفيف وهش، ولا بيض ولا زبده ولا الحاجات دي كلها يا بنات. كل الطلبات بتاعته موجوده في مطبخك. اتشجعي وقومي اعملي لك شويه بسكوت قمر قمر زي بتوع ام احمد دول، هيعجبك جدا. ما تعمليش الكميه الكبيره بتاعت ام احمد دي لان بتبقى محتاجه ايادي كتير. اعملي، انا عامله 4 كيلو، انت اعملي 2 كيلو هيبقى حلو قوي عليكي. اقسمي بقى المقادير اللي انا قلتلك عليها واشتغلي بيها، بجد هيطلع معاكي روعه. تحفه يا بنات، تحفه بجد، رهيب. شايفين؟ طب احنا عايزين نشوف ام احمد عملت البسكوت القمر ده ازاي. يلا بينا على الفيديو وعشان تشوفوا ام احمد عملت لكم البسكوت القمر القمر ده ازاي. بس يا ريت قبل ما نروح على الفيديو ما تنسوش تعملوا لام احمد لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس. ويلا بينا على الفيديو، كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا على الفيديو. صباح الخير، صباح الهنا، صباح السعادة عليكم يا أحلى بنات في الدنيا. عاملين إيه؟ دلوقتي هنعمل مع بعض بسكوت اقتصادي سهل جدا ومقاديره كلها موجودة في مطبخك. هتعمليه وهيطلع معاكي يشرفك إن شاء الله قدام ضيوفك. تحفة تحفة يا بنات. معايا هنا 4 كيلو دقيق، عليهم تمن خميرة اللي هي النشادر. 4 كيلو دقيق عليهم تمن خميرة نشادر، عليهم رشة ملح. وهنا يا بنات معانا كيلو ونص سكر، وعليهم ومدوبينهم في 3 كوبايات ميه. واحده تقول لي سكر بودره بدل ما ندوب في الميه، ما ينفعش، هي الوصفه كده بيعملوها كده. احنا طلعنا لقينا اهالينا بتعملها كده، سكر عادي وبيدوبوه في 3 كوبايات ميه. تقولي اكتر الميه عشان يدوب معايا؟ لا، ممكن ما تحتاجيش السكر كله. فتعملي البسكوت بتاعك يطلع عادب، لا دوبي في ميه اقل. ولما تحتاجي ميه للعجن زودي ميه عدبة عادي. ومعانا هنا يا بنات كيلو سمنه، كيلو سمنه مسخناه ما قدحتهوش. بس كده، دي الوصفه بتاعتنا. والاربعة كيلو دقيق عليهم رشه ملح بالشكل ده يا بنات. وهننزل بالسمنه بتاعتنا على الدقيق ونبسه الاول كويس جدا، زي ما بتبسي اي نواعم عيد. بنبس السمنه الاول في الدقيق. هننزل بقى بالسمنه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين اهو يا احلى بنات، ونبس. ودلوقتي يا احلى بنات حطينا شويه من ريح من اسانس جوز الهند ده. تحطي على نص معلقه صغيره، ورشه فانيليا. ما تكتريش في الفانيليا بتاعتك عشان بتمرر الحاجه بتاعتك. البسه بتاعتنا بالشكل ده يا احلى بنات اهي. بعد ما بسناه وحطينا الفانيليا وريح واسانس جوز الهند، اي روايح عايزه تحطيها، بس انا بفضل يعني ان انت ما تكتريش روايح بتاعتك. لازم تبسي الحاجه معاكي بالشكل ده. شايفين البسه مش ناعمه لان ده بسكوت. شايفين يا بنات؟ هو كده بيتعمل كده. دلوقتي بقى هننزل بالسكر بتاعنا المتدوب في ميه. انا دفيته شويه على النار عشان الجو برد، لو في الصيف عادي بالشكل ده. ونعجن بالشكل ده يا احلى بنات. العجينه بتاعتنا اهي، شايفين الملمس بتاعها اهو. واهم حاجه البسكوتات التانية ما بيحبش، ما بتقولوا بنلم العجينه، مش بنعجنها. البسكوت ده بيتعجن عجن كويس جدا، لازم وتدلكيها في ايدك جامد كده بالشكل ده عشان العجينه تنعم معاكي وتبقى حلوه. ما تخافيش خالص تقولي لا البسكوتات ما ينفعش فيها عجن يا ام احمد، لا اعجني، عجنيها كويس عشان تديكي النتيجه حلوه. هخلص بقى الكميه كلها وبحط في كيس كده. يعني اللي بعمله بايديا كده، بدلكه بايديا بحطه في كيس عشان ايه؟ يفضل طري معايا وحلو. هخلص بقى كل الكميه بالشكل ده وارجع له. البسكوت بتاعنا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، مشغلين المكنه اهوت وبنقطعه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. نروح بقى على الفرن.
ادي البسكوت بتاعنا في الفرن اهو يا احلى بنات، زي ما انتم شايفين كده. الفرن زي ما انت شايفه النار بتاعته. عندك فرن بوتاجاز هتخبزي في فرن بوتاجاز عادي، تخبزي في فرن الغاز كان بها زي ما انتم شايفين كده. لو عندك فرن غاز ماشي، ما عندكيش يبقى في البوتاجاز عادي. بتحطي على الارضيه وبتهدي النار بتاعتك. اما تيجي تحمريه بترفعيه على الشوايه وبتهدي نار الشوايه برضو، مش بتعليها جامد. بالشكل ده يا بنات احلى بسكوت طالع معانا اهو، بسم الله ما شاء الله. هنكمل بقى بالطريقه دي ونرجع له. البسكوت القمر بتاعنا يا بنات اللي مقاديره اقتصاديه جدا وطالع تحفه، شايفين يا بنات ما شاء الله ولا غلطه، تحفه وبيدوب دوبان كده في البق. يا سلام عليه بقى مع كوبايه شاي بقى، في خليكي في حته تانية. تحفه تحفه يا بنات، شايفين الجمال والروعه، خطير. شايفين البسكوته ما شاء الله، مقادير كلها موجودة في مطبخك. يلا لو كنت لسه ما عملتيش قومي بسرعة اعملي لك، احنا عملنا 4 كيلو، قسمي المقادير بتاعتك واعملي على قد ما انت عايزة زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. بس نصيحة، بعد ما تخلصي العجن امسحي ايدك بمسحة زيت كده واعجني العجين بتاعك، بيدوله نعومة حلوة خالص. ما تحتاجيش تحطي لا زبدة ولا سمنة ولا اي حاجة تانية، احنا ما عجناهوش بزبدة، احنا عجنينه بسمنة. هتعملي بزبدة بلدي، لا ما تشتغليش بزبدة بلدي، اشتغل سيحيها واعمليها سمنة واشتغلي بيها عادي زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، تحفة خطير. شايفين لونه؟ انا عايزاكي بقى لما تخبزيه تعمليه اللون ده عشان يفضل مقرمش وتحفة معاكي. ما شاء الله عليه يا بنات، خطير. طبعا وطريقة حفظ الحاجات دي انا عاملاها لكم فيديوهات، شوفوها بجد هتعجبكم. شايفين البسكوتة يا بنات؟ بصوا متستحملش ايدي، دايبة وتحفة تحفة في الاكل بقى يا بنات، خطيرة وخفيفة كده وهشة وحكاية. شايفين الجمال؟ انت بتحتفظي بيه ازاي؟ شايفين هنا يا بنات انا حطاها هنا في كيس، في اي علبة عندك او اي حاجة، وتحطيه في كيس كده وتحطي جواها كيس وتحط رص البسكوت بتاعك، يفضل مقرمش معاكي لحد اخر واحدة. انما تسيبيه كده لان البسكوت ده بيطرى بسرعة، بيطرى بسرعة يا بنات. عامله لكم فيديوهات للاحتفاظ بنواعم العيد بتاعتكم، شوفوها بجد هتعجبكم. الحاجة غلفوها كويس عشان تفضل محتفظة بطعمها والقرمشة بتاعتها. البسكوت خطير خطير يا بنات، بجد عايزاكم تجربوه، ويا ريت يا حبايبي لو جربتوه وشفتوا الفيديو للاخر وعجبكم، ما تنسوش تعملوا لام احمد لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من ام احمد. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم انتوا وكل حبايبكم يا رب، ينعاد عليكم بخير وسنه سعيده عليكم وعيد سعيد عليكم وعقبال كل سنه يا رب، وربنا يديكم الصحة يا رب، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى أولادكم وعلى كل حبايبكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم، باي باي.